منذ قرابة أكثر من شهر تشهد كافة مراكز الإصلاح والتأهيل في شمال وشرق سوريا استنفاراً أمنياً وعسكرياً كبيراً، وذلك بسبب ورود معلومات تفيد بأن هناك خلايا تابعة لتنظيم داعش الإرهابي تخطط للهجوم على هذه المراكز، وذلك بهدف إخراج جميع المعتقلين التابعين لداعش المتواجدين لدينا في هذه المراكز. كما أن نشاط هذه الخلايا بالفترة الأخيرة مرتبط بشكل مباشر بالتهديدات التركية التي تمارس بشكل ممنهج على جميع وسائل الإعلام التابعة لها، وقد بدأت بالفعل بالقيام بالاستهدافات التي طالت نقاط عسكرية ومراكز طبية وأحياء سكنية في مختلف مدن وشمال وشرق سوريا. راح على أثرها قافلة من الشهداء من رفاقنا العسكريين ومن شعبنا الأبي، ولم تكتفي بذلك، بل قامت اليوم باستهداف مراكز الإصلاح والتأهيل التابعة لنا. ونخص بالذكر الاستهداف الذي طال محيط مركز الإصلاح والتأهيل شركين ومحيط مركز الإصلاح والتأهيل أوركيش، المكتظات بالمعتقلين المدنيين والإرهاب. ومثل هذا الاستهداف يشكل خطراً كبيراً على المجتمع السوري خاصة وعلى المجتمع الإقليمي والدولي عامة. وعلى هذا الأساس نقول أن مسؤولية حماية هذه المراكز المكتظة بمعتقلين تنظيم داعش الإرهابي ليست فقط مطلوبة من الإدارة الذاتية الديمقراطية والشعب السوري، بل هو واجب أيضاً على جميع الأطراف المعنية بمحاربة داعش، وعلى رأسها المجتمع الدولي والتحالف الدولي.